يا جماعة هذا المدرب رجل بمعنى الكلمة، أقسم بالله رجل يا جماعة. هو قالها أنا ما يهمني أنت أبيض أسود سعودي برازيلي أوروبي، قالها تكون رجال تثبت لي نفسك بتلعب، تكون دلوع وما تجتهد بالمجهود الكافي ما بتلعب وراح تدفي الدكة. والنتيجة شو؟ خلال فترة بسيطة تشوف 11 وحش في الملعب ياكلون الأخضر واليابس. يا جماعة شوفوا المفارقة، احنا قبل فترة بسيطة الهلال لعب عفوا الاتحاد لعب مع النصر مباراة السوبر، والنصر مطرود منه لاعب من الشوط الأول، واللعيبة باردين ونايم، هم نفسهم اللعيبة ها، ونايمين وتحس كذا ما لهم نفس يلعبوا. تغير المدرب بس، تغير التعامل، واضح ان التعامل تغير 180 درجة، خلاهم يمشوا كذا على الصراط المستقيم. ما في ولا لاعب يتدلع ولا لاعب يتذمر. ديابي هذا اللي انا كنت اكرهه رغم انه اكثر لاعب يصنع في الدوري السعودي، والله اني ما كنت اطيقه. لاعب يتذمر 24 ساعة ويتشكى ودلع في الملعب، اليوم كل هجمة يرجع يدافع مصطلب والسبب انه في رجل خلاه يصطلب غصبا عنه، تبى ولا ما تبى بتصطلب. بعدين اعرفكم على اعمامي الجدد الله يحفظهم انجولو كانتي ودانيلو بيريرو، وهذا الاثنين ليش يستاهلوا انهم يكونوا اعمام؟ ليش؟ انا اقول لكم ليش. لان هذول الاثنين ما كانوا متاثرين بلوران بلان، هذول الاثنين كانوا وحوش حتى مع المدرب اللي كان مدلع اللعيبه. فلما جاء مدرب صلب كل اللعيبه وخلاهم رجال في الملعب، ظهر معدن هذول الرجال اكثر، لان اللي جنبهم صار يساعدوهم. قبل هم لحالهم كانوا محصلين تقدير، ولكن الحين حصلوا على تقدير اكبر وهم يستحقوه. وحوش والله وحوش. الجليدان اكتشاف جديد هالموسم، واتوقع انه راح يمسك الاساسيه على مهند، لان هالانسان بصراحه انا عجبني وحبيته بصراحه رغم الطرد. انا متاكد انه ما كان قاصد ابدا، ما كان قاصد انه يؤذيه، ولكن لازم ينتبه في المرات القادمه. بنزيما رجعت له الروح، وتم تبديله في وقت مبكر دقيقه 70 او 75، وشفناه راضي وعارف وفاهم ان هذا الصح اللي المفروض يصير في المباراه. يعني تمدح مين وتخلي مين، واقسم بالله كلهم وحوش. النصر هارد لك، رغم البدايه الاسطوريه طلعت من اول بطوله كبرى وما كنت محظوظ بمواجهه الاتحاد في هذا الدور المبكر، وما كنت محظوظ ان الاتحاد جاهم مدرب جديد مجنون قاعد يحاول يثبت نفسه باي طريقه. هارد لك للنصراويه، مبروك الاتحاد، بابوس.